العربيات العائلية دايما مملة، فهتتعب على ما تلاقي عربية عائلية رياضية هجومية، وفي الآخر هتلاقي نفسك رايح للجي سي جي اس 4 ماكس. ومشكلتنا مع العربيات الصينية ان معظمها جديد ما نعرفش عنه حاجة، بس الجي سي شغالة من 1954 ومصنفة رقم 5 في الصين. وكيلها في مصر عبد اللطيف جميل شغالين في العربيات من 81 سنة. شكل هجومي حلو بإضاءات LED وشبكة رياضية ومساحات داخلية كبيرة عشان ماكس، وشاحن وايرلس 50 واط عشان ماكس، وشنطة كهرباء كبيرة 638 لتر عشان ماكس، وفتحة سقف بانوراما كبيرة واصلة لحد الآخر عشان ماكس. ركز بقى في الاسم جي اس 4 ماكس، ده حتى ابعاد العربيه ماكس. بتتحرك ب4 سلندر 1500 سي سي تربو 174 حصان و270 نيوتن، متوصل بفتيس ديول كلاتش من 7 نقلات ومش محتاج اقول لك ان الاداء برضه ماكس، لان كلنا عارفين الصاروخ اللي جي سي عاملاه، واعلى عدد ايرباجز في فئاتها 8 ايرباج واداء سيستم كامل. انا حاسس انهم لما صنعوا العربيه دي اتفقوا على حاجه واحده بس، اديله كل حاجه ماكس. بتيجي بفئه واحده بس بسعر 1,440,000 بس. شوف يا اخي حظنا واحنا بنصور العربيه حصل عليها تخفيض وده بقى سعرها دلوقتي. في كلام كتير لسه هنقوله عن العربية دي بس في الريفيو الكامل، فتأكد انك متابع محمد الباشا.